خبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. غضبة ملكية تمتد إلى عشرات هؤلاء المسؤولين. لا يصدق، المغرب يعتقل شخص في القرقارات بالصحراء كان يريد القيام بشيء خطير. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. غضبة ملكية تمتد إلى عشرات هؤلاء المسؤولين. لم تكد تمر زيارة مفاجئة قام بها الملك محمد السادس السبت الماضي لمارينا الميناء التجاري الدار البيضاء، حتى تم على عجل استدعاء المسؤول عن البحرية الملكية قبل تنزيل قرارات تمهيدية همت 10 مسؤولين تابعين للبحرية الملكية في هذا الميناء. وفي الوقت الذي لم ترشح بعد تفاصيل بشأن نوعية القرارات التي اتخذت بسبب هذه الغضبة الملكية، يتوقع أن تعقبها عقوبات أخرى، خصوصا أن الأمر يهم تقصيرا في مهام جهاز بهذه الحساسية داخل الميناء والمارينا والشواطئ الكبيرة للجهة. وقد جاءت هذه الغضبة الملكية في الوقت الذي تشهد شواطئ جهة البيضاء تمتد من بن سليمان إلى الجديدة اختراقات من قبل مافيات الاتجار في البشر والتهريب الدولي للمخدرات. فقد فككت الدسيتين بتنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة المخدرات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية آخر هذه الشبكات الإجرامية التي فككتها يوم الجمعة الماضي فقط، يوما واحدا قبل الزيارة الملكية للميناء. وقد تم تفكيك هذه العصابة في منطقة المنصورية بضواحي المحمدية، وتم حجز معدات لوجستية خاصة بالإبحار. وقد تبين أن لإفراد هذه العصابة ارتباطا بالعصابة التي تم تفكيكها في الجديدة أواخر فبراير الماضي، وتم على إثرها إيقاف 21 مشتبها فيهم. وفي غضون ذلك أوردت مصادر إعلامية أن انتشار الأزبال ودخول السيارات إلى أماكن ممنوعة وتوقفها عشوائيا كانت مما أغضب الملك حين ولج إلى رصيف المارينا. وتابع المصدر ذاته أن هذه السلوكات مخالفة للقانون، خصوصا في محيط الرسو، إضافة إلى أمور أخرى عجلت بالغضبة الملكية. لا يصدق، المغرب يعتقل شخص في القرقارات بالصحراء كان يريد القيام بشيء خطير. حيث اعتقلت عناصر الدرك الملكي مساء أمس الثلاثاء شابا ادعى أنه تائه عن الطريق بين الداخلة والقرقارات. في شريط فيديو مصور نشره على منصة تيك توك، الشاب اعتقل في منطقة العركوب. وأفادت مصادر محلية أن مصالح الدرك الملكي اعتقلت الشاب في منطقة العركوب، حيث لا تربطه أي صلة بالشاحنة التي صور مقطع فيديو بجانبها على أساس أنه سائقها. وتبين أن الشاب كذب في الفيديو. وزادت المصادر ذاتها أن كل ما تداوله الشاب في الفيديو لا أساس له من الصحة، بل كانت غايته هي خلق الشهرة البوز مستغلا الظروف المناخية الصعبة في تلك الفترة في الصحراء.